بنتعرف على ولد اسمه مايكل بيكون راكب عجلته ورايح المدرسة في مدينة تريستي في إيطاليا، وكان معاه 50 يورو وناوي يشتري بيهم لبس لحفلة جاية قريب في المدرسة. بيدخل الفصل ويقعد ورا ستيلا البنت اللي معجب بيها من زمان، وفجأة الحصة بتتقطع لما تدخل ضابطة شرطة اسمها جيوفانا واللي بتكون أم مايكل، وبتحقق في اختفاء غامض لطالب وبتقول لأي حد يعرف حاجة يبلغ. وبعد ما تمشي مايكل فجأة ينزف من مناخيره ويروح الحمام، وهناك شوية عيال بيتنمروا عليه يحاصروه ويجبروه يديهم كل فلوسه، فيرجع البيت وهو مكسور. بعد كده يجمع شوية عملات بسيطة ويقرر يشتري لبس برضه، فيروح محل قديم ويطلب لبس بطل خارق، فصاحب المحل يديه بدلة ضيقة مع كاب شكله رخيص ويقول له انه لبطل صيني، ومايكل ما بيعجبوش اللبس لكنه يشتريه. ولما امه ترجع تلاقيه لابسه ومش عايز يروح الحفلة عشان شايف نفسه شكله وحش، فتهديه وتقنعه يروح. في الحفلة يبدأ يندمج ويكلم ستيلا، لكن فجأة العيال اللي بيتنمروا عليه يعرضوا فيديو لستيلا وهي ماشية ويتهموا مايكل انه هو اللي صوره وانه بيتجسس عليها، فيتفضح قدام الكل ويجري على الحمام ويقفل على نفسه، وطلبة يخبطوا عليه وهو متوتر ويتمنى يختفي، وفجأة النور يقطع. بعدها يهرب من الشباك ويرجع البيت، وتاني يوم يصحى ويروح الحمام، لكن لما يبص في المراية يكتشف انه مش شايف جسمه خالص غير هدومه وفرشة الأسنان، ويفهم انه بقى غير مرئي، فيجري ويقلع الروب. وفي اللحظة دي أمه تدخل وما تشوفوش، فيكتب ورقة إنه نزل ويرد عليها في تليفون وهو مختفي مش عارف يعمل إيه. فيلبس هدوم تغطي جسمه كله ويروح المدرسة ويراقب ستيلا، وبعدين يقرر ينتقم من المتنمر، فيقلع هدومه ويدخل الفصل وهو مختفي وياخد مسدس الألوان ويضرب المدرس ويخلي الموضوع يبان إن المتنمر هو السبب، فيتعاقب. بعدها يدخل أوضة تغيير البنات ويتجسس عليهم، لكن فوطة تقع عليه فتظهر ملامحه، وفي نفس اللحظة قدرته تبدأ تختفي ويرجع يظهر والبنات يصرخوا. تاني يوم في المدرسة دكتور نفسي اسمه باسيلي بيكلمهم، وفجأة ايدين مايكل تختفي تاني، فيجري قبل ما حد يشوف ويرجع البيت ويغطي نفسه ويلاقي أخته كانديلا في الأوضة. يطلب منها تمشي لكنها تستخبى وتشوفه وتكتشف انه مختفي وتخاف، لكنه يهديها ويقولها ان اللبس هو السبب. في نفس الوقت باسيلي بيشتغل مع جيوفانا في قضية الأطفال، وهي شايفة انهم مخطوفين وهو شايف ان ده طبيعي. ولما جيوفانا ترجع وهي بتتكلم في تليفون نكتشف ان مايكل متبني، فيتصدم ويمشي ويروح يقعد على مرجيحة، وهناك ستيلا تشوفه وتفتكره شبح، لكنه يتواصل معاها برسم وش مبتسم ويتفقوا يشوفوا بعض تاني. بعدها يلاحظ راجل أعمى كان شايفه بطريقة غريبة. بالليل يروح لستيلا وهي تفرح بيه ويحصل بينهم لحظة قريبة، لكن قدرته تضعف فيهرب. في نفس الوقت ستيلا في تمرين الجمباز حد يحقنها وتفقد الوعي، ومايكل يقرر يقولها الحقيقة فيروح لها، لكنه يشوف راجل ملثم شايلها فيهاجمه والكلب يعضه، لكن الراجل يهرب بيها. الشرطة توصل وتفهم ان الأطفال بيتخطفوا فعلا، وفي نفس الوقت ستيلا تفوق في مكان غريب وباسيلي يحقق معاها ونكتشف انه هو اللي ورا كل ده، وبعد الاختبارات يحبسها. تاني يوم مايكل على البحر يقابل الراجل الأعمى اللي يقول له انه أندري أبوه، ومايكل يرفض يصدق، فيحكي له انه كان في روسيا وحصل انفجار نووي خلى ناس عندهم قدرات زي الاختفاء وقراءة الأفكار، وتاخدوا لمنظمة اسمها الديفيجن، وكانت بتستخدمهم كأسلحة، وكل ما يستخدموا قوتهم كانوا بيضيفوا، وكمان بقوا مش بيخلفوا إلا هو ومراته، وخلفوا مايكل لكنه تاخد منهم. وبعد ما هربوا المنظمة لحقتهم، وأندري هرب بمايكل لكن أمه اتقتلت، فساب مايكل عند جيوفانا. المنظمة دلوقتي بتدور عليه فبتخطف الأطفال عشان تلاقيه، وبعد ما يعرف الحقيقة أندري يديه بدلة تخليه يختفي هو وهدومه ويمسح ذاكرة صياد الشرطة. توصل ومعاهم باسيلي وجيوفانا تقول له إن مايكل متبني فيشك فيه ويوصلوا البيت، لكن مايكل يلاحظ جرح في إيده نفس عضة الكلب فيفهم الحقيقة ويحاول يهرب، لكن باسيلي قافل الأبواب. فيجري مايكل ويختفي ويهرب في الشارع، يقابل إيفان ويخليه يهرب بالعجلة وبعدها يفهمه الحقيقة. في نفس الوقت ستيلا تهرب من خلال فتح تهوية وتوصل لنور وترسم عليه وش مبتسم عشان توصله إشارة، ومايكل يشوفها ويروح هو وإيفان، لكن الحراس يمسكوها تاني. إيفان يعمل عطل كهرباء ومايكل يدخل مختفي ويشوف باسيلي ورجاله وكمان جيوفانا وأندري اللي بيدوروا عليه، ويتسلل لجوه ويضرب حارس وياخد سلاحه ويجبر واحد يفتح الزنزانة ويحرر ستيلا وباقي الأطفال ويحبس الحراس. مايكل يظهر لأصحابه والكل يتصدم، لكن ستيلا تصر تنقذ راجل كبير شافته محبوس فيروحوا له، لكن فجأة ستيلا توجه السلاح لمايكل وتوديه للأشرار، وفجأة توقع مغمي عليها والراجل الكبير
يتكلم، ونكتشف إنه يقدر يتحكم في العقول، وكان بيستخدم باسيلي وستيلا عشان يجيب مايكل. بعدها يجيبوا غواصة ويحطوا مايكل وستيلا فيها وياخدوهم في البحر. في نفس الوقت أندري وجيوفانا يوصلوا المكان مع إيفان، والمبنى في أنقذوا طفلين، وباسيلي وأندري يكتشف إنه كان متحكم فيه ويهربوا قبل الانفجار. جوه الغواصة مايكل يكتشف إنه عنده قدرة جديدة، وهي تحريك الأشياء بعقله، فيدمر المكان ويقتل الرجالة وينقذ نفسه وستيلا، ويرجعوا للشاطئ قدام الناس كلها. مايكل يختفي ويبين قوته، وأندري يقول له لازم يمسحوا ذاكرة الكل عشان المنظمة متوصلهمش، فيوافق ويودع ستيلا. وبعدين أندري يمسح ذاكرة الكل ويمشي، الحياة ترجع طبيعية. وبعدها المشهد ينقل لروسيا، ونكتشف إن أم مايكل لسه عايشة، وكانت هي اللي سيطرت على المنظمة، وهي اللي بعتت الناس تجيبه. وفي النهاية يقولوا إنهم لقوا أخته توأم ناتاشا في المغرب، ويتكشف إن أندري كان هرب بطفلين مش واحد. لحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش اللايك والفولو، واعمل كومنت لو عايزين الجزء تاني. وبس، سلام.